بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المبحث الأخير تقريبا في كتاب التجويد المصور لبيان خط المصحف وضبط المصحف، وكنت قد فرقت في الدروس الأولى بين خط المصحف وبين ضبط المصحف، وقلنا بأن الخط هكذا أنزل، قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب، وقال الكتاب. انتبهتم؟ وقلنا سابقا إن الله تعالى لما يريد أن يتكلم عن كتابه الذي أنزله المكتوب يقول الكتاب، وإذا أراد المنطوق يقول القرآن، إذا أراد الجانب الصوتي ماذا يقول؟ القرآن، وإذا أراد المكتوب ماذا يقول؟ الكتاب. فجل جلال الله قال أنزلنا إليك الكتاب، ما قال إيه؟ القرآن. ولما يريد أن يقول القرآن يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. تمام؟ فالجسم الحرف، جسم الأحرف العربية هكذا كتبت بين يدي رسول الله بأبي وأمي. المقطوع مقطوع، والموصول موصول، وما بالتاء المبسوطة بالتاء المبسوطة، وبأيد بياءين في الخط مع أنها منطوقة بياء واحدة لكل القراء. ولا تقولن لشيء في الكهف فيها ألف زائدة تكتب ولا تلفظ لكل القراء. انتبهتوا كيف؟ هذا نبوي. الضبط علامات اخترعها العلماء لإيه؟ لإعانة القارئ على الخطأ، على عدم الخطأ، لإعانة القارئ على عدم الخطأ. فكل شيء غير جسم الحرف، النقاط، الفتحات، الضمات، السكون، الشدة، علامة همزة الوصل، علامة المد، كل هذه العلامات من صنع العلماء إعانة للقارئ على تلاوة كتاب الله عز وجل، وليست نبوية. علامة الوقف ماذا تجدونه في المصحف؟ قلة، صلة، جيم، كل هذه العلامات من وضع العلماء إعانة للقارئ. مراحل تطور كتابة وضبط. هل فرقتم بين الكتابة والضبط؟ الكتابة نبوية، الضبط اجتهادي من العلماء. مراحل تطور كتابة وضبط المصحف الشريف. كتب القرآن الكريم زمن النبوة خاليا من النقط والشكل والهمزات على عادة العرب في الكتابة آنذاك، ولم يكن ذلك يشكل عليهم في لغتهم وهم أهلها يتكلمون بها ويقرؤونها بالطبع والسليقة. القراءة بالسليقة يعني مثل، طب هل الشيشانيون هل تعلموا اللغة الشيشانية في المدرسة؟ لا. رضعوها مع الحليب لما كانوا أطفالا صغارا. أليس كل الشعوب هكذا؟ انتبهتم؟ فهكذا كانت الكتابة في زمن النبوة، إما على بعض العظام، هذه قطعة من عظم، أو اللخاف، هذا لخاف يعني حجارة بيضاء، أو رق الغزال، يعني جلد الغزال. الرق هو الجلد، رق بفتح الراء. في رق منشور في القرآن الكريم، مو الرق. الرق هو العبودية، الرق هو العبودية، الرق هو جلد الغزال. انتبهتم؟ هكذا كانوا يكتبون. هذه الكتابة القديمة. أول ما بدأ نقط الإعراب، نقط الإعراب. سيدنا علي رضي الله عنه ورد عنه أنه طلب من أبي الأسود، وكان من العلماء، أبو الأسود الدؤلي نسبة إلى قبيلة عربية، طلب منه أن يضع علامات
ينحو الناس نحوها، من هنا جاءت كلمة النحو. انتبهتوا؟ ينحو يعني يتبعونها ويقلدونها. ففي الأول اعتذر لأنه أمر، يعني كل شيء بيتعلق بالقرآن تجد الهيبة. إلى أن مرة كان أبو الأسود ماشي، فسمع رجلا يقرأ في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قرأها الرجل بالكسر ورسوله، فصار المعنى أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله. فهاله جدا هذا الأمر لأبي الأسود وقال: حاشا أن يتبرأ الله من رسوله. حاشا، تعلمون معنى حاشا؟ وذهب إلى سيدنا علي وقال: قد أجبتك إلى ما طلبت. والذي أيضا جعل أبا الأسود يستجيب أنه مر في ليلة من الليالي والسماء صافية، نظرت ابنته إلى السماء فقالت: يا أبت ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. فقال أبوها: نجومها. هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره أجمل شيء في السماء نجومها. فقالت: يا أبت إنما أتعجب، يعني أنا لا أستفهم. هو ظن أنها تستفهم لأنها قالت ما أجمل ولا. فقالت: يا أبت إنما أتعجب. فقال: إذن يا بني فافتحي فاكِ يعني فمك، يعني قولي ما أجمل السماء. هذا صار اسمه إيه؟ تعجب. ما أفعله أفعل به، بابان يدرسان في علم النحو. ما أجمل السماء هذا تعجب، أما ما أجمل السماء هذا إيه؟ هذا استفهام. فطلب أبو الأسود بن سيدنا علي قال: ائتني بشاب فطن ذكي بيفهم، ويعني يجيد الكتابة. فأتاه بهذا الشخص، فقال له أبو الأسود لهذا الشاب، أعطاه حبرا أحمر. حبر شو لونه؟ أحمر. والقرآن مكتوب بإيه؟ بالسواد، بالحبر الأسود. لذلك في الكتب القديمة يعبر عن كتابة المصحف بكلمة السواد. يقول لك: وهذه القراءة شاذة لمخالفتها السواد. مين السواد؟ رسم المصحف: غير المغضوب عليهم وغير الضالين. غير المغضوب عليهم وغير الضالين. يقول لك: وهذه القراءة شاذة لمخالفتها السواد. مين السواد؟ سواد المصحف، الحبر الذي كتب به. فحتى يعني من تهيبهم من خط المصحف وأنه من عند الله وأنه نبوي، جعلوا ذلك بلون مغاير وهو الأحمر. فأعطاه حبرا أحمر وأداة من أدوات القصبة، هذه القصبة القديمة، وقال له: إذا رأيتني فتحت فمي فضع نقطة فوق الحرف، ونقطة حمراء يعني. وإذا رأيتني خفضت فكي فضع نقطة تحت الحرف. وإذا رأيتني ضممت شفتي فضع نقطة قدام الحرف، يعني أمامه. انتبهتوا؟ نرى على اللوحة: ومع انتشار الإسلام في أرجاء الأرض ودخول الأعاجم فيه واختلاطهم بالعرب، بدأ يظهر اللحن في اللغة العربية، مما دعا العلماء إلى وضع علامات الإعراب لينحو الناس نحوها. فقام أبو الأسود الدؤلي بنقط المصحف الكريم نقط إعراب. ما معنى نقط إعراب؟ يعني فتحة وضمة وكسرة. فجعل علامة الفتحة نقطة حمراء فوق الحرف المفتوح، وعلامة الضمة نقطة حمراء أمام الحرف المضموم، وعلامة الكسرة نقطة حمراء
تحت الحرف المكسور، أما الحرف المنون فنقطه بنقطتين. يعني عليم يضع على الميم أمام الميم نقطة ونقطة، دلالة على أنها إيه؟ منونة. قال الإمام أبو عمرو الداني. أبو عمرو الداني من كبار أئمة القراءة، يعني من كبارهم الكبار جدا. عرفتوا كيف؟ في كبار وفي كبار جدا. أبو عمرو الداني من الكبار جدا، صاحب كتاب التيسير في القراءات السبع الذي نظمه الإمام الشاطبي، وصاحب كتاب أكبر من التيسير بكثير اسمه جامع البيان. جامع البيان في القراءات السبع. أظن في الآن يعني أذكر الرقم بالتقريب 540 سلسلة إلى القراء السبعة، ضخم وطبع ولله الحمد. لما أنا بدأت في هذا العلم كان لا يدرى أموجود هو أم مفقود، ثم بحثت عنه فوجدت منه نسختين، واحدة في دار الكتب المصرية والثانية في نور عثمانية، مكتبة نور عثمانية في إسطنبول، وقطعة منه في مكتبة خدا بخش في الهند. بس تصوروا. بعدين ولله الحمد بدأ بعض الإخوة أخذوا رسائل دكتوراه وكذا، وطبع الكتاب أكثر من طبعة ولله الحمد والمنة. الحمد لله عصرنا هذا عصر العناية بالقرآن وعلومه. نعود إلى أبي عمرو الداني. أبو عمرو الداني لما نقول قال أبو عمرو الداني معناتها يعني عم نتكلم عن رجل موثوق جدا، مو موثوق، موثوق جدا. في كتابه المحكم في نقط المصاحف، له كتاب اسمه المحكم في نقط المصاحف، وله كتاب اسمه المقنع في رسم المصاحف، الرسم المقنع، المحكم لنقط المصاحف. شو قال؟ فاختار منهم أبو الأسود رجلا من عبد القيس، يعني من قبيلة عبد القيس. طبعا عبد بمعنى رقيق أيها الإخوة. عبد، انتبهوا هذه ولو فائدة على الهامش، عبد ما معناها رقيق، لا تفهموا منها عابد كما يفهم بعض الثقلاء. واحد بيكون اسمه عبد النبي بيقولوا له عبد رب النبي، لك أخي أهله سموه عبد النبي، أنت ليش زعلان؟ يقول لك لا عبد رب النبي، لك يا أخي عبد يعني رقيق، مو عبد بمعنى عابد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما قال أنا ابن عبد رب المطلب. وفي القرآن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وسماهم عبادكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من مين؟ عبادكم، سماهم عبادكم، يعني الرقيق الذين عندكم. فهذه الحساسية الزائدة غير المبررة عند بعض إخواننا مصيبة. واحد بيكون اسمه عبد النبي، أهله سموه عبد، بلدهم هيك. مثلا في اليمن يكثر هذا الاسم عبد النبي بمعنى رقيق. ألا ترضى يا أخي أن تكون رقيقا عند النبي؟ والله أنا بعتبر هذا يعني ولا جنرال، رتبة جنرال. أهله سموه عبد النبي يعني رقيق عند النبي. قال الشاعر لو رضوني عبد رقي كنت لا أرضى بعتقي. انتبهتوا؟ يعني لا أرضى أن يعتقوني، أبقى طول عمري عندهم. وزيد ابن حارثة لما كان عند سيدنا النبي شو كان اسمه؟ زيد ابن محمد. فلما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، شو صاروا يقولوا له الناس؟ زيد ابن حارثة. طيب سيدنا زيد هيك فقد شيء ولا ما فقد؟ فقد الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعوضه الله أن ذكر اسمه صراحة بالقرآن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولم يذكر في القرآن لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد. فالله إذا أخذ من عبد شيئا أعطاه مثله أو أحسن منه، نأتي بخير منها أو مثلها. انتبهتوا كيف؟ فهذه الحساسية الزائدة لا داعي لها، هذا كان كله استطراد لا علاقة له بدرسنا. عرفتم شو معنات عبد القيس؟ يعني من قبيلة عبد القيس.
فقال خذ المصحف وصبغا، صبغا يعني حبر، يخالف لون المداد. مين المداد؟ الحبر الذي كتب به المصحف، السواد يعني. فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف، وإذا ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإذا كسرتهما يعني تحت هيك فاجعل النقطة في أسفله. فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة يعني تنوين فانقط نقطتين. الله أكبر، شو هالتوفيق هذا! فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره. هذا شو اسمه؟ نقط الإعراب. طيب. نقط الإعجام بقي في إشكال ثاني في تلاوة القرآن. الجيم والحاء والخاء خطهما واحد، الدال والذال خطهما واحد، الراء والزاي خطهما واحد، الصاد والضاد والطاء والظاء الأربعة خطها واحد. لا تظنوا أنها كانت كذلك. الصاد والضاد وحروف الإطباق الأربعة كان خطها واحد. فممكن المبتدئ الغشيم الغير المتعلم يخطئ. يذكر عن أحد ما بدنا نقول اسمه من العلماء الكبار القدامى، عم يقرأ ما تعلم بعد، قال ذلك الكتاب لا زيت فيه، بدل إيه؟ لا ريب فيه، لأنه زيت وريب تكتب نفس الكتاب. أما نقط الإعجام هذا اسمه نقط الإعجام. أعجمت الكتاب يعني أزلت عجمته، يعني أزلت الغموض. عرفتوا شو معنات هي الهمزة؟ بيسموها العلماء للتعدية. خرج هو، أخرج يعني أخرج غيره، دخل هو، أدخل غيره. شو اسم هذه الهمزة؟ همزة التعدية، تجعل الفعل يتحول من فعل لازم يكتفي بفاعله إلى فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به. انتبهتوا؟ نعم. إذن أعجمت الكتاب أزلت عجمته. ما معنى أزلت عجمته؟ غموض، الغموض. هذه دال ولا ذال؟ هذه سين ولا شين؟ أما نقط الإعجام وهو الذي فرق به بين المتشابهات في الخط فيعود لنصر بن عاصم الليثي، توفي 90 هجرية. فيعود لنصر بن عاصم الليثي توفى 90 هجرية، حيث نقط الحروف المتشابهة. الله يجزيه الخير، والله إنه يعني بيستحق جائزة نوبل هذا، لأنه كم وكم غلطة انتبهتوا بدون نقط. واحد عم يقرأ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بغلي شيخة، بدل بعلي شيخ، وهذا المصحف منقوط، منقوط وهيك عم يقرأ. طيب كيف لو كان مو منقوط؟ يسألونك كأنك خفي عنها بدل إيه؟ حفي عنها. يعني أخطاء كثيرة. هذا والمصحف منقوط، فكيف لو كان مو منقوط؟ الله يرضى عن نصر بن عاصم، ترحموا عليه بارك الله. حيث نقط الحروف المتشابهة بخطوط مائلة صغيرة حتى لا تختلط مع نقط الإعراب. انتبهتوا؟ انظروا، والأرض، شوفوا الفتحة تبع والأرض، هي من أبو الأسود، هي ضي، هذه النقطة من تحت من مين؟ من أبو الأسود. انتبهتوا؟ هذه وله، هذه وله. شايفين هذه الكلمة ولا هو؟ اللام مفتوحة، شفتوا الفتحة شو هي؟ هو. ولما تحول نقط الإعراب من نقاط حمراء إلى حروف مد صغيرة لم يعد يخشى اللبس، فاستبدل نقط الإعجام من خطوط مائلة إلى نقاط، وجرى العمل على ذلك إلى عصرنا. انتبهتوا؟ نقط أبو الأسود كان نقط حمراء، بعدين حولوها للفتحة اللي بتعرفوها، والضمة اللي هي واو صغيرة، والكسرة اللي هي ألف مائلة تحت الحرف. لما صارت
علامات الفتحة والضمة والكسرة بهذا الشكل وتركت النقاط الحمراء، لم يعد يخشى أن يلتبس ضبط أبو الأسود بضبط نصر بن عاصم، فاستعملوا النقاط لضبط نصر بن عاصم. انتبهتوا؟ صارت أنزل، شوفوا أنزل، النون نقطة، الزاي نقطة، سيأتي معنا الياء نقطتين من تحت. انظروا، هيدي بدكم تنتبهوا حتى يعني تستفيدوا. فنقط نصر بن عاصم، الباء بواحدة من تحت، شفتوها؟ والتاء باثنتين من فوق، والساء بثلاث من فوق، ونقط شو هي الكلمة؟ النون والإيه؟ ونقط النون والياء غير المتطرفتين بواحدة للنون من فوق وباثنتين للياء من تحت. نعم، شو مكتوب هون؟ ونقط الجيم واحدة من تحت، والخاء بواحدة من فوق. ما عاد في داعي للحاء. انتبهتوا؟ عندي 3 حروف تشبه بعض، الجيم والحاء والخاء. طيب الجيم نقطة من تحت والخاء نقطة من فوق، الحاء ما في داعي للنقطة، فبقيت الحاء ايه؟ بدون نقطة. وترك الحاء وين وترك الحاء مهملة. ما معنى مهملة؟ غير منقوطة. حرف مهمل يعني غير منقوط، معجم يعني منقوط. احفظوا الكلمتين، حرف مهمل شو يعني مهمل؟ غير منقوط، معجم منقوط. ونقط الذال بواحدة من فوق وترك مين؟ الدال. ونقط الزاي بواحدة من فوق وترك الراء. ونقط الشين ب3 من فوق. الشين هكذا كانت توضع النقاط. الشين مثل السين لها 3 أسنان، كم سن؟ فوضع فوق كل سن نقطة 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 نقطة. لمن؟ للشين. والسين بقيت بدون، فزال اللبس والنقاط كانت متجاورة. بعد ذلك بمئات السنين تفنن الخطاطون فجعلوها على شكل 3 نقاط هكذا على شكل مثلث. هذا من تفنن الخطاطين. ونقط الضاد بواحدة من فوق وترك الصاد. ونقط الظاء بواحدة من فوق وترك الطاء. ونقط الغين بواحدة من فوق وترك العين. ونقط الفاء غير المتطرفة بواحدة من تحت. هكذا كان الضبط القديم، الفاء نقطة من تحت، هذا القديم. ونقط القاف غير المتطرفة بواحدة من فوق. ولم تكن الكاف وقتها تشتبه باللام فتركها مهملة. هكذا كانت الكاف، ما كانت تشتبه باللام. بعدين بالخطاطين لما صار يطوروا بالخط اشتبهت باللام فيضعون فوقها علامة تشبه الهمزة وليست بهمزة وستأتي معنا. وترك اللام والميم والهاء والواو والألف مهملات. ما معنى مهملات؟ غير منقوطات، لعدم الاشتباه. ما في حرف يشتبه باللام ولا الميم ولا الهاء ولا الواو ولا الألف. وكذلك ترك الفاء والقاف والنون والياء المتطرفات مهملة لعدم الاشتباه. وجمعها العلماء بكلمة ينفق، فبيقولوا حروف ينفق لا تنقط إن كانت متطرفة في الآخر. هذا في القديم. ثم بعد ذلك جعلت القاعدة مضطردة ونقط الجميع وانتهينا من الموضوع. ثم جرى العمل عند المشارقة على نقطها طردا للقاعدة. عرفتوا شو معنى طردا للقاعدة؟ يعني جعل للقاعدة قاعدة مضطردة من أول المصحف إلى آخره. وبقي المغاربة على الأصل. المغاربة إلى الآن مصاحفهم النون الأخيرة، الياء الأخيرة، الفاء الأخيرة، القاف الأخيرة لا ينقطونها. لو أنهم نقطوا ووحدوا المصطلح بين الأمة لكان أولى. أمثلة على ضبط نصر بن عاصم لحروف ينفق التي درج عليها المغاربة. ما معنى درج؟ مشى عليها المغاربة. شوفوا مثلا يكشف عليها دائرة، شفتوا هذا الفاء ما عليها سكون، عفوا ما عليها نقطة. مثلا ايش؟ عن ساق، يكشف عن ساق. شفتوا القاف
ما عليها نقطتين ولا نقطة حتى. بينما مثلا فذرني ومن يكذب، فذرني شوفوا الفاء نقطة من تحت. الحديث نقطتين، شفتوا الحديث؟ وهكذا. أمثلة على الضبط المطور لحروف ينفق التي درج عليها المشارقة. المشارقة يعني البلاد العربية ما عدا يعني ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، ما عدا هذه البلاد اسمهم المشارقة، من مصر وهكذا باتجاه الشرق. الضبط المطور اسمه عمي. شوفوا عمي، الياء منقوطة ولا لا؟ منقوطة مع أنها متطرفة. الكافرين، شفتوا الكافرين؟ الفاء نقطة من فوق. يكاد البرق يخطف، الفاء متطرفة ونقطة من فوق. فيه الياء نقطتين من تحت، وهكذا. تطور نقط الشين. الشين كانت هكذا، انظروا إلى هذا الشكل، لها 3 أسنان، فوضع نصر بن عاصم فوق كل سن نقطة، وهاتان النقطتان الحمراوان من ضبط أبو الأسود دليل التنوين. واضح؟ نعم. ميزت الشين عن السين بوضع نقطة فوق كل سن من أسنانها. هذه سين ولا شين؟ وهذه تمام. ثم طور الخطاطون النقاط الثلاث إلى شكلها الهرمي كما نراه اليوم هكذا. واضح؟ تطور الكاف. الكاف أيها الإخوة كانت هكذا. هل ترون هذا الشكل؟ هذه ربك، شايف؟ ربك ما تشتبه ولا بحرف. بعدين طوروها صارت، شوفوا أولئك كيف؟ هذه بتشتبه باللام، فباعتبار تشتبه باللام وضعوا فوقها هذا الشكل اللي هو مثل الكاف الصغيرة، شايفينها؟ اللي هي هذه. ثم بدأوا يختصرونها إلى أن صار شكلها هكذا، هكذا صار شكلها، شايفين؟ يشبه الهمزة وليس بهمزة. هذا الكاف، شايفين؟ هذا القديم وهذا الجديد. كتابة الهمزة بين الإملاء القديم والحديث. قلنا سابقا أيها الإخوة إن الحروف المكتوبة 28 في الدروس الأولى، أتذكرون؟ قلنا الحروف المكتوبة 28، المنطوقة 29. ما هو الحرف الزائد؟ الهمزة. ولم يكن له في القديم صورة في الخط. كان الكتاب أحيانا يكتبونها على شكل ألف إن كانت في أول الكلمة، مثل أمر، أمور، إيمان، دائما على شكل إيه؟ ألف إن كانت في الأول. أما في وسط الكلمة وفي آخرها فتارة يكتبونها ألفا مثل سأل، وأحيانا واوا مثل سؤال، وأحيانا سن يعني مثل سن الياء يعني مثل سئل أو سئلت، وأحيانا لا يكتبونها مثل براءة، وهي التي نكتبها نحن على السطر. ما كانت. شو هذه الآية؟ يلا مين بيكشفها؟ هذه والأرض، من الأرض، هذه من الأرض. هي شو هي؟ إذا أنتم تخرجون، أيوة. ثم إذا دعاكم، ثم هي ثم إذا، هي إذا. شوفوا الألف كيف كان، شوفوا الألف كيف كان شكلها، لها هكذا معقوفة إلى الوراء، وهذه زال. شوفوا كلها كل هذه زال. هي إذا. دا هي دالها عاكم، دا دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات، ولها تتمة. انتبهتم؟ فنرى على اللوحة أن إذا كيف كانت تكتب؟ ألف، ما في همزة.
انتبهتوا؟ بعد ذلك الخليل الله يرحمه اخترع لها صورة، وذكرت لكم ذلك أنه وجد أن مخرج الهمزة آ من أقصى الحلق وقريب من العين من وسط الحلق، فقال هكذا قال الخليل. فأخذ حرف العين المعروف وقطع رأسه، وأخذ الجزء العلوي وجعله علامة على مين؟ على الهمزة. فأنتم هكذا كان يكتبونها بدون همزة. هي شو هي؟ أنزل هكذا. هي شو؟ إذا هكذا. في وسط الكلمة أو آخرها كانوا يكتبونها ألفا أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها، وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على السطر، نحو يأمركم. كيف كان يكتبونها؟ يأمركم. مؤمنين. بئس ما هكذا، انظروا بئس ما. براءة هكذا. شو هاي الكلمة؟ يتبوأ. هذه اللؤلؤ. هذه يبدي. جاء، كيف كان يكتبوا جاء؟ جاء. لا يكتبون الهمزة المتطرفة. ابتكار صورة للهمزة. واخترع الخليل بن أحمد الفراهيدي صورة للهمزة في الخط هي رأس حرف العين لتقارب مخرج الحرفين. هذا حرف العين، أخذ الجزء العلوي منه وجعله علامة على مين؟ على الهم. انظروا أولئك، انظروا فوق الألف ماذا يوجد؟ وعلى هذا استقر الأمر. على هذا استقر الأمر، والخطاطون إلى الآن يكتبون الهمزة هكذا. قال العلامة محمد الخراز الشريشي في منظومته مورد الظمآن: وخصت العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما، لأجل ذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب والنحاة. مراحل تطور كتابة حروف الإطباق. قلت لكم منذ قليل إن الصاد والضاد والطاء والظاء كانت صورتها في الخط واحدة، هكذا كانت. انظروا نفس الشكل. طب كيف يفرق بينها؟ يعني بالذكاء. وكان التفريق بينها بالسليقة، السليقة والطبع يعني، وحسب السياق، طبعا في صعوبة. ثم انظروا المرحلة: فرق بين الصاد والضاد من جهة وبين الطاء والظاء من جهة أخرى بتطويل سنة الطاء والظاء. انظروا هذه السنة أيها الإخوة، هذه الصاد والضاد، شايفين السن اللي هو هذه طولوها في الطاء والظاء وأبقوها قصيرة وين؟ في الصاد والضاد. إذا الآن كان عندي شكل واحد للحروف الأربعة، الآن صار عندي شكلين، الصاد والضاد شكل والطاء والظاء شكل. ثم فرق بين الأربعة بنقط الضاد والظاء. بعد هذه المرحلة نقطوا الظاء ونقطوا الضاد ونقطوا الظاء، صار الصاد لها شكل والضاد لها شكل والطاء لها شكل والظاء لها شكل، ففرق بين الأربعة. انتبهتوا؟ وهذا كان لازم يكون من أول، لكن هكذا الأمر. تطور شكل علامات الإعراب. طور الخليل بن أحمد الفراهيدي نقط أبي الأسود الدؤلي، فجعل علامة الفتحة ألف مبطوحة يعني مائلة هكذا فوق الحرف المفتوح، وعلامة الضمة واو صغيرة فوق الحرف المضموم كما ترون. وجعل الخليل علامة الكسرة ياء صغيرة مردودة إلى الخلف تحت الحرف المكسور، ذهب رأسها مع مرور الأيام وبقيت جرتها، يعني كانت هكذا تكتب، ياء مردودة إلى الخلف، ثم بعد ذلك
ترك الجزء هذا وبقي هذا وأميلت فصارت مبطوحة كانبطاح الفتحة، فصار شكل الكسرة والفتحة واحد. وضاعف مين الفاعل؟ ضاعف فعل ماضي، مين الفاعل؟ خليل بن أحمد. وضاعف الحركة للدلالة على التنوين، فإذا كان منون هكذا، وإذا كان تنوين نصب، وإذا كان تنوين رفع هكذا، وإذا كان تنوين جر هكذا. قال العلامة محمد الخراز في مورد الظمآن: ففتحة أعلاه، أعلى مين؟ على الحرف يعني، وهي ألف مبطوحة صغرى يعني ألف صغيرة، وضم يعرف واوا كذا يعني كذا يعني صغير، هي معنات كذا، أمامه يعني أمام الحرف، أو فوق وتحته الكسرة ياء تلقى. ما معنى تلقى؟ تلقى هذه الجزء هذا يلقى، فصارت هكذا. ثم إن أتبعتها تنوينا فزد إليها مثلها تبيينا. تبيينا يعني توضيحا. تنوين الرفع المظهر لما بيكون عندنا مثل عليم حكيم، عليم، هل نضع فوق عليم ضمتان؟ لا، نضع ضمة ونون مقلوبة، نون مقلوبة بدون نقطة. انتبهتوا؟ اتخذ بعض نساخ المصاحف حرف نون صغيرة فوق الحرف للدلالة على التنوين وإشارة لإظهار تنوين الرفع، ركبت النون فوق الضمة هكذا. شايفين الشكل؟ هذه الضمة وهذه النون المقلوبة، هكذا أصلها وهكذا الشكل النهائي. فالآن لما تفتحون المصاحف وترون هذه العلامات ستفهمون من أين جاءت. علامة السكون، السكون المسلمون في مصاحفهم استعملوا رمزين للسكون. المغاربة استعملوا السكون المدور، أخذوه من كلمة جزم. جزم يعني سكون، جزم الميم مدورة، فوضعوا فوق الحرف دائرة، قالوا هذا علامة السكون. الخليل وضع فوق الحرف الساكن رأس الخاء بدون نقطة من كلمة خفيف. خفيف يقابله شديد، انتبهتوا؟ حرف خفيف وحرف شديد. واخترع الخليل أيضا علامة للسكون، هذه شفتوها؟ رأس الخاء، هي رأس حرف الخاء من غير نقطة، أخذها من كلمة خفيف هكذا. هلأ لو فتحتوا المصحف تجدون هذه علامة السكون. قال الإمام الداني في كتابه المحكم: وأهل العربية من سيبويه وعامة أصحابه يجعلون علامته الضمير راجع للسكون خاء، يريدون بذلك أول كلمة خفيف. وجرى عمل المغاربة على جعل علامة السكون دائرة مفرغة الوسط هكذا، أخذت من آخر كلمة جزم. شايفين كلمة جزم؟ إلى الآن المغاربة يجعلون السكون المدور علامة السكون، والمشارقة يجعلون رأس الخاء إلى الآن. قال العلامة الشريشي في منظومة مورد الظمآن: فدارة علامة السكون أعلاه، هي عند المغاربة، فدارة علامة السكون أعلاه، والتشديد حرف الشين. تشديد سيأتي معنا، ها هو الشدة. واخترع الخليل أيضا علامة للحرف المشدد، كلنا نعرف هذه العلامة، أليس كذلك أيها الإخوة؟ كلنا يعرفها، لكن ما أصلها؟ هي رأس حرف الشين، أخذها من أول كلمة شديد. هي كلمة شديد، هي أولها، انتبهتوا؟ هذا هو الشكل الأخير للشدة. إذن هذه الذي نراها ونضعها حتى نحن نكتبها مأخوذة من فين؟ من كلمة شديد. قال الإمام الداني في كتابه المحكم: وصورة التشديد على هذا المذهب شين، لأنه يراد
أول شديد، وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعامة أصحابهما. أصحابهما يعني طلابهما، الأصحاب هم الطلاب أيها الإخوة. يقال فلان وأصحابه، مو أصحابه يعني أصدقائه، أصحابه يعني طلابه. علامة الوصل. وجعل الخليل أيضا علامة همزة الوصل رأس صاد صغيرة يوضع فوق ألف الوصل هكذا، أرأيتم؟ أخذه من أول كلمة صلة، يعني هذه الهمزة همزة وصل هكذا. قال الإمام الداني في المحكم: وأهل النقط يسمون هذه الجرة صلة، لأن الكلام الذي قبل الألف يعني قبل الهمزة قصده هي علامته يوصل بالذي بعده، فيتصلان وتذهب هي من اللفظ، كما قلت لكم بالأمس ضعوا واوا قبلها فتسقط الهمزة. واضح؟ هكذا كانت تكتب أيها الإخوة. انظروا هذه اللوحات التي على الجانب كلها لوحات تعليمية، لا تظنوا أنها ديكور للتسلية، لا، كلها لوحات سهرنا الليالي بحثنا عنها في بطون الكتب حتى أخرجناها ووضعناها. انتبهتم؟ شو انظروا كلمة صلة كانت تكتب صلة كاملة، صلة، ثم بعد ذلك اكتفي بهذا الشكل. علامة المد الزائد على المد الطبيعي، مثل المتصل، مثل اللازم. أولئك على ولا الضاء، ما علامته؟ وجعل الخليل. شايفين الخليل؟ بتحبوه ولا ما بتحبوه؟ أنا بعشقه للخليل. يا هنيئا للأمة الإسلامية بالخليل بن أحمد الفراهيدي. يعني ماذا نقول عنه؟ هو واضع كل النحو، وسيبويه يعني بلوره في كتابه الكتاب، وإلا اللي وضع الأمور كلها مين؟ الخليل. ألف كتاب اسمه العين. شو اسمه؟ العين. ووضع هذه العلامات، واخترع علم اسمه علم العروض. شو العروض يعني؟ أوزان الشعر. العرب كانوا ينظمون الشعر لكن ما بيعرفوا شو. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه. يعني أذنهم موسيقية، لكن ما هي حقيقة المسائل التي تجري؟ اسأل امرؤ القيس ما بيعرف، اسأل زهير ابن أبي سلمى ما بيعرف، كعب بن زهير ما بيعرف. حتى الخليل جاء قال في موسيقى يا أخي، في موسيقى. عرفتوا شو الموسيقى؟ تك تك تك، يعني في حركات وسكنات. فدرس الشعر العربي وخرج بشيء اسمه الأوزان. انتبهتوا؟ سمى هذا البحر بحر الطويل. فعول مفاعيل فعول مفاعل، بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمانا رحيما وموئلا. سمى هذا البحر بحر إيش؟ مثلا البسيط. إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فعل. سمى هذا البحر بحر الرجز اللي هو الجزرية منه. يقول راجي عفو رب سامع، محمد بن الجزري الشافعي، مستفعل مستفعل مستفعل. انتبهتوا؟ فالذي ذكر هذا العلم كله مين؟ الخليل. ما أعرف علما وضعه إنسان. كل العلوم يأتي واحد يضع الأساسيات، يأتي واحد ثاني يكمل، يأتي واحد ثالث يوضح، يأتي واحد رابع يقعد يعني يضع القواعد. لكن علم بأكمله يضع إنسان واحد أنا ما بعرف إلا العلم العروض، وضعه الخليل وظبطوا من أحلى ما يكون. عرفتوا؟ بعد منها هذا استطراد. تعرفوا الاستطراد؟ يعني الخروج عن الموضوع. مرة كان بسوق الخيل اللي بيبيعوا فيه الخيل، بعمل شو بده يشتري حصان أو كذا، فسمع خيل يمشي تك 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 تك. قال لك والله العرب ينظمون على هذا.
ينضمون على تيتيتيك تيتيتيك. دور وجد وسماه البحر المتدارك، لأنه تداركه على البحور الأولانية. اللي هي إيش؟ فعل 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 فعل. انتبهتوا؟ من مأمنه يؤتى الحذر فعل 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 فعل. هذا وين اكتشفوه؟ بسوق الخيل. شايفين؟ العلماء دائما عقلهم بالعلم. وجعل الخليل أيضا علامة للمد، هي كلمة مد. شوفوا، هكذا كانت المخطوطات القديمة أيها الإخوة. انظروا شو مكتوب هنا، مد. تحولت مع مرور الأيام إلى الشكل الحالي للمدة، كلمة مد، بعدين شالوا رأس الميم صارت هيك، بعدين عملوها هكذا. افتحوا المصاحف الآن تجدون هذا الشكل. افتحوا المصاحف ولا الضالين، تجدون فوق الألف هذا الشكل. هذا الشكل منين جاء؟ من هذا الشكل. وهذا الشكل من فين جاء؟ من هي، من كلمة مد. هكذا مد. هذا الشكل الأخير شايفينه هنا، دابة. شفتوا علامة المد؟ الواحد لما بيعرف حقائق الأشياء، عرفتوا؟ علامة الحرف الثابت خطا المحذوف لفظا. يعني هذا أيضا من باب الإعانة لقارئ القرآن. هناك حروف مكتوبة في المصحف لا تقرأ، مثل واو أولئك. لو لم ينبه العلماء على ذلك لكان الإنسان يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك، أليس كذلك؟ لكن نبهوا. علامة الحرف الثابت خطا الايه؟ المحذوف لفظا. قال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله في كتابه المحكم: اعلم أن نقاط، شو هي الكلمة؟ سلف أهل المدينة وأهل بلدنا. مين بلدنا؟ يعني دانيا في الأندلس في إسبانيا. اصطلحوا على جعل دارة صغرى بالحمراء على الحروف الزوائد في الخط المعدومة في اللفظ، ثم مثل له ب100. هذه الألف في 100. هكذا كانت تكتب كلمة 100 في زمن النبوة، ميم ألف ياء سين تاء مربوطة. انتبهتوا؟ لكن الألف ما أحد يقرأها. طب ليش كتبت هذه الألف؟ لا ندري. اجتهد بعض العلماء قالوا للتفريق بين 100 وفئة، للتفريق بين 100 ومنه، هكذا اجتهدوا. لكن هي هكذا كانت تكتب. وإلى الآن ليس عندكم في بلاد العرب مع الأسف الشديد نسمع يقولون 300 و400 و500. لك يا حبيبي هذه الألف لا تقرأ، خاصة في رحلات الطيران. نحن معكم على متن الرحلة 300 لك يا أخي ما في 100. قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300. قال: بل لبثت 100 عام مو 100 عام. انتبهتوا؟ فتكتب ولا تلفظ. فحتى لا يلفظها أحد وضع علماؤنا عليها الدائرة هذه، معناها هذا حرف زائد. انتبهتوا؟ لاحظوا الداني شو قال: اعلم أن نقاط سلف أهل المدينة وأهل بلدنا. هذه غلطة، هذه غلطة مع احترامنا يعني لعلماء المغرب، غلطة. تجعلون علامة واحدة لأمرين. أنتم جعلتم السكون المدور علامة سكون الحرف، الآن تجعلون نفس العلامة علامة إيه؟ أن هذا الحرف يكتب ولا يلفظ. حيرتونا. يعني في الشوارع هنا برا، هل يجعل دائرة المرور، مرور السيارات، هل يجعلون علامة واحدة لأمرين؟ مستحيل. كل أمر له علامة. عدم الوقوف له علامة، خفف السرعة له علامة، ممنوع الانعطاف يسار له علامة. أما أن نجعل علامة واحدة لمعنيين
أي ما بصير هذا الكلام. ما ضركم لو أنكم جعلتم سكون الحرف رأس الخاء مثل الخليل والمشارقة، ما ضركم. وين وقعوا يا شيخ آدم؟ وقعوا بكلمة بأيد، لأنه فيها ياءين، واحدة ساكنة وواحدة زائدة، فعلى كلامهم لازم يحطوا دائرة هنا ودائرة هنا. يلا وافهمها إذا بتفهمها. هاي العلامات وضعت للتفهيم مو للإغماض وجعل الأمر غامضا. فحتى يفروا من السكونين فتحوا الأولى. هلا افتح مصحف مغربي بتلاقي مكتوب بأيد كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني هرب من شيء فوقع في أبشع منه. افتحوا أي مصحف على رواية ورش تجدون والسماء بنيناها بأيد. لك اتقوا الله، كونوا مع الجماعة، اجعلوا علامة السكون رأس الخاء، وأبقوا السكون المدور هذا علامة ايه؟ زيادة الحرف. الله يهدينا ويصلحنا. 100 إذن الألف زايدة. أولو، شايفين هذه الدائرة فوق الواو؟ لولا هذه الدائرة كنا نقول ماذا؟ أولو. نبئي المرسلين، هذه الياء ما تلفظ. طيب لماذا كتبت؟ لا أدري. طب هل نحذفها؟ لا. عرفتوا؟ هذه السكون المدور معناه هذا الحرف لا يقرأ في الوصل ولا يقرأ وين. ثم قال يعني الداني: وهذه الدارة التي تجعل على الحروف الزوائد هي الصفر اللطيف الذي يجعله أهل الحساب على العدد المعدوم، يعني الزيرو، زيرو بالله، دلالة على عدمه لعدم الحرف الزائد في النطق. هذا اجتهاد جميل من الداني. الداني توفى 444. ايمتى توفى؟ ونحن الآن 1445، صار له متوفى 1000 وسنة. الله يغفر له ويرحمه، الله يرضى عنه، الله يجزيه عننا كل خير. علامة سقوط الألف وصلا وثبوتها وقفا، هذه أعطيناكم إياها من يومين، اللي هي الألفات السبعة. اصطلح المعاصرون من علماء الضبط على وضع صفر مستطيل هكذا فوق الألف التي تلفظ وقفا وتسقط وصلا إن وقعت قبل متحرك، نحو أنا خير. بالوصل أنا خير، بالوقف شو بنقول؟ أنا. تمام؟ طيب، فإن وقعت الألف المذكورة قبل ساكن تركت من غير ضبط لأنها تسقط يعني تلقائيا كما يقال، تسقط وصلا حسب القاعدة للتخلص من التقاء الساكنين، نحو أنا النذير. هلا افتحوا المصحف، أنا النذير لا تجدون على الألف سكون مستطيل. ليه؟ هي ساقطة. انتبهتوا كيف؟ الحروف الصغيرة الزائدة على الرسم، هذا أمر مهم جدا. الحروف الصغيرة الزائدة على الرسم، هناك حروف أيها الإخوة تنطق وليست مكتوبة في الخط، فالذي لم يتلقى القرآن عن أستاذ سيقرأها كما هي في الخط. انتبهتوا كيف؟ مثلا كما نرى يلحق علماء الضبط أحرفا صغيرة تدل على الأحرف التي حذفت من الخط على عادة العرب في الكتابة زمن النبوة، وذلك للدلالة على وجوب نطقها. وضعتها بالأحمر، وجوب نطقها، لازم تنطق. فيضعون أولا ألفا خنجرية. ما معنى خنجرية؟ يعني على شكل الخنجر. تعرفون الخنجر مثل السكين يحمله الناس في كذا، بسموه خنجر. فشكل الألف مثل الخنجر. ألفا خنجرية مكان الألف المحذوفة، وذلك نحو مالكي. انتبهتوا؟ لولا الألف كنا نقول ملكي. الكتاب، لولا الألف كنا نقول الكتاب.
واللائي أيضا. ويضعون نون صغيرة مكان النون المحذوفة، وذلك نحو ننجي المؤمنين. قال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. ننجي نونين، الأولى منطوقة والثانية مخفاة. مخفاة لأن بعدها جيم. انتبهتوا كيف؟ فيضعون نون صغيرة هكذا، فننجي من نشاء. هذا على قراءة نافع. على قراءة حفص فنجي من نشاء. نعم. ما لك لا تأمننا، هذه على ضبط الروم، على ضبط الروم هكذا توضع. ويضعون واوا صغيرة مكان الواو المحذوفة. قلت لكم سابقا لم تكن العرب في زمن النبوة تجمع بين ألفين ولا واوين. انتبهتوا؟ فداوود بوزن فاعول فيها واوان، واو مضمومة وبعدها واو ساكنة، داوود. فعلى الكتابة مكتوب داود، داود. فزاد علماؤنا واو صغيرة. لماذا صغروها؟ حتى دائما احتراما للنص الأصلي، للنص النبوي. انتبهتوا؟ فزادوها صغيرة وزادوها بلون آخر. الآن في المطابع لم يعودوا يعني يكتبونها بلون آخر، يجعلونها سوداء، لكن اكتفوا بإيش؟ بالتصغير. اكتفوا بالتصغير. كذلك ما وري عنهما من سوآتهما، وري فوعل. انتبهتوا؟ ويضعون ياء مردودة إلى الخلف مكان الياء المحذوفة، نحو إيلافهم. هل افتحوا المصحف على سورة قريش تجدون همزة لام، لكننا نقرأ ماذا؟ إيلافهم، ففي ياء. فزاد علماؤنا هذه الياء صغيرة ومردودة إلى الخلف. فما آتاني الله أيضا زادوها مفتوحة. كما يضعون الواو والياء المذكورتين من الصغار والمردودة إلى الخلف للدلالة على وجوب مد الصلة، نحو إنه على رجعه لقادر. انتبهتوا؟ شايفين هذه الواو وهذه تنطق في الوصل. فإذا وقفنا على إنه نقول إنه، إذا وقفنا على رجعه نقول رجعه. انتبهنا؟ فهي تثبت في حالة الوصل فقط. ضبط الحرف الذي يقرأ بخلاف ما كتب، هذا أيضا باب من الأبواب. أحيانا حروف تكتب على هيئة وتنطق على هيئة، وذلك بين السين والصاد. يضع علماء الضبط ألفا خنجرية صغيرة فوق الواو أو الياء غير المنقوطة للدلالة على نطق الألف بدلا منهما، نحو الصلاة. انتبهتوا؟ الصلاة، ما نقول الصلو. انتبهتوا؟ بشراكم، يضعون ألف صغيرة فوق الياء. ويضعون سين صغيرة فوق الصاد للدلالة على نطق السين بدلا منها، وذلك نحو ويبسط. شفتوا السين؟ بسطة فاذكروا. فإن وضعوا السين تحت الصاد دل ذلك على جواز الوجهين، إلا أن الصاد أشهر، وذلك في سورة الطور أم هم المسيطرون. فالسين تحت بخلاف يبسط وبسطة. هنا السين فوق، هنا السين وين؟ تحت. فرقنا بينهما. علامة السكون والإظهار. إذا حرف مظهر مثلا من آمن، من هذه نون مظهرة، ما علامتها؟ رأس الخاء. اصطلح علماء الضبط على وضع رأس الخاء من غير نقطة، وتقدم الحديث عنه دلالة على سكون الحرف وعلى إظهاره، نحو من آمن، أنعمت، هم فيها، إلى آخره. واصطلحوا على جعل تركيب الحركتين، تركيب يعني فوق بعض، هكذا ضمة وفوقها نون مقلوبة، فتحتان فوق بعضهما، كسرتان تحت بعضهما، دلالة على إظهار التنوين، نحو عليم حكيم، عذابا أليما، كفار أثيم.
الإدغام الكامل علامته تجريد الحرف الأول وتشديد الثاني. اصطلح العلماء على جعل علامة الإدغام الكامل تجريد الحرف المدغم من السكون وتشديد التالي. انظروا، يدرككم، هل الكاف الأولى عليها سكون؟ لا، الثانية عليها شدة. عصوا وكانوا، الواو عليها سكون؟ لا، الواو الثانية عليها شدة. عصوا. اركم معنا، الباء عليها سكون؟ لا. وقل ربي، اللام عليها سكون؟ لا. وهكذا قيسوا عليها بقية الأمثلة. علامة الإدغام الناقص والإخفاء هو توالي الحركتين. في الإظهار تراكب الحركتين، واحدة فوق الثانية تماما. إذا كان الحركتين مائلتين هكذا، وشرحنا ذلك في أحكام النون الساكنة والتنوين. علامة قلب النون الساكنة والتنوين وضع فوق النون ميم صغيرة هكذا من بعد، هذا دليل الإقلاب. أنبورك، أنبئهم. في التنوين نضع بدل الضمة الثانية ميم صغيرة، بدل الفتحة الثانية ميم صغيرة، بدل الكسرة الثانية ميم صغيرة. علامة الإمالة الكبرى والإشمام. اصطلح علماء الضبط على وضع نقطة كبيرة مستديرة مطموسة الوسط. ما معنى مطموسة؟ يعني ليست مفرغة، هذه مفرغة، هذه مطموسة. للدلالة على أحد أمرين: واحد، إمالة فتحة الراء وإمالة الألف التي بعدها، من قوله تعالى مجريها. فلو فتحتم المصحف تجدون كلمة مجريها الراء ليس عليها فتحة، وتحتها هذه الدائرة. وكذلك إشمام النون الأولى من تأمنا، تجد بأن بين الميم والنون تجد هذه الدائرة الحمراء. الآن بعض المعاصرين بدل الدائرة عم يعملوا هيك، عم يحطوا شكل معين، انتبهت؟ معين بسموه، مو مربع، لا. علامة تسهيل الهمزة أيضا نفس الدائرة هذه مسدودة الوسط، يضعونها فوق الهمزة الثانية من أعجمي. وكل هذا ذكرناه وتدربنا عليه، هذا كله بس يعني للعلم بالشيء. الذكرين بالتسهيل كذلك، الله، الآن. الفرق بين رسم المصحف والرسم الإملائي الحديث هذا غدا إن شاء الله. الفرق بين رسم المصحف والرسم الإملائي الحديث هذا مبحث مختصر ومهم. مين هو؟ شو الفرق بين الإملاء الذي يكتبه الناس والإملاء الموجود في المصحف؟ بينهما 5 مسائل فروق، غدا نتحدث عنها بهدوء مسألة، وغالبا غدا إن شاء الله ستكون الجلسة الأخيرة في الكتاب، لكن لن أترككم حتى ننهي قراءة جزء عامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. لاحظوا طغى كلها حروفها مفخمة. فقل هل لك إلى أن تزكى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك فتخشى. وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى. فأراه الآية الكبرى. شو هي الآية الكبرى؟ قلب العصا إلى حية ثم يمسكها فتعود عصا. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يدخل يده هنا، هذا جناحك، واضمم يدك إلى جناحك، وبيخرجها وإذا بها منيرة بدون برص. مو برص، تعرفون البرص؟ مرض جلدي، لا مو برص، لذلك قال من غير سوء. تخرج بيضاء من غير سوء، يعني مو برص، نور. آية أخرى، انتبهتوا؟ بس اللي ما بده يؤمن ما بيؤمن، والله لو جبت له مليون دليل.
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمن ولو جاءتهم كل آية. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى أربع حركات بس، وقف 4 حركات، والطامة 6 حركات. عملت لكم هيك. شو؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى في غنة طويلة. ارجع مع بعض فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان
فيم أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. عم يأذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى. كلا. كلا إنها تذكرة. إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. مرفوعة مطهرة. لا تقول مر الميم مرققة. ما مرفوعة مطهرة. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. بأيدي سفرة. كرام بررة. كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان
إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة خائن فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه رقق الميم المر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة مسفرة نفخم الراء ونعيد الفم إلى شكله الطبيعي حتى تخرج الهاء مرققة. لا نقول راه ما في هاء هكذا، في هكذا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بارك الله فيكم. غدا إن شاء الله تعالى نتابع درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله.